اهلا بكم في قناه تفاصيلك يا مارفل. النهارده هنتكلم عن العدد الثالث من كوميك دير ديفل اومنيبوس. العدد اسمه المعلم بوما سيد الجريمه المشؤوم. قصتنا بتبدا في قلب الحي المالي في نيويورك، وبالتحديد في شارع اسمه وول ستريت، المكان اللي كل الثروات بتتعمل فيه وفي لحظه بتختفي. هناك بنلاقي واحد ما عندوش رحمه، ما عندوش اصحاب، ما عندوش حتى احباب، مفيش اي حاجه بتربط بينه وبين الجنس البشري. لو مشينا ورا الراجل ده هنلاقي انه بيدخل مبنى طويل وخطوته حرفيا بتهز المكان، ماشي بالراحه بس بثبات، مش بيبص لا يمين ولا شمال، بيتجاهل اي حد معدي. بس باقي الناس ما قدرتش تتجاهل وجوده، لان حضوره كان مليان شر، والناس اللي كانت عارفاه كانوا بيهمسوا باسمه بسبب ثروته وقوته اللي ملهمش حدود. وقتها ديفل كان قاعد فوق عماير ومدلدل رجليه ومستني اي حد يعمل هكه ولا هكه، ولكن احنا هنشوفه قريب بسبب الراجل اللي احنا ماشيين دلوقتي وراه، واللي اسمه الحقيقي اتنسى من كتر ما الناس عارفاه باسم واحد بس، زي اول. طبعا هنغير اسمه لبوما علشان بقه هيتلوح من كتر ما هقول اسمه. بيدخل المعلم بوما المكتب، السكرتيره بتقول له ان الاستاذ جراي مستنيك جوه. معلم بوما بيفكر ويقول جراي عايز ايه الراجل ده؟ انا شغلته عندي محاسب عشان لو الشغل الغير قانوني بتاعي اتقفش هو اللي يشيل الليله. اول ما المعلم بوما بيدخل جراي بيقول له الحقني يا معلم، رجاله الضرايب بيتهموني بالاحتيال بسببك، بس انا بريء وانت عارف كده. معلم بوما بيقول له اكيد عارف يا غبي، انا اللي ملبسك، انا عملت ثروه من التهرب من الضرايب، بس كنت عارف ان القانون في يوم هيقفشني وعشان كده وجودك ضروري. بعدها قال له انا رتبت كل حاجه بحيث ان اللوم لما يجي عليك انت، يلا اطلع بره، انا اكيد مش هشتغل مع مجرم زيك. خرج جراي من غير حتى ما يبص وراه، حياته اتدمرت، بس هو كان عارف انه شغال مع ندل، واختار انه يطنش كل الاعمال الغير قانونيه اللي شافها، ودلوقتي بيدفع الثمن. بعدها بدقايق معدوده ديفل بيسمع صوت خبطه، وبعدها صفاره بوليس، وهنا بيعرف ان وقته جه، وبسرعه راح يشوف في ايه. اول ما بيوصل في واحده بتقول له اتاخرت المره دي، حتى انت مش هتقدر تساعده. حواسه قالت له ان في جسم انسان مرمي قدامه، بس هو ما كانش سامع لا نبض ولا حتى ضربات قلب. سال الضابط وقال له هو ايه اللي حصل. الضابط رد قال له ان في عربيه كانت جايه بسرعه وهو مشي قدامه، ولا كان في اي حاجه في دماغه. بعدها قال له ثانيه، انا عارف الراجل ده اسمه جورج جراي وعليه قضيه احتيال، شغال عند حد اسمه زياو. بعدها بدقايق البوليس بيروح للمعلم بوما ويقول له تعالى معانا المركز، احنا عايزين نسالك شويه حاجات كده عن جورج جراي، والافضل انك تجيب محامي. المعلم بوما بيقول لهم انا مش محتاج محامي لاني ماليش علاقه بموت جراي. قالوا له احنا عارفين، بس احنا عندنا ورق بيربطك باعمال احتياليه. اول ما وصلوا المركز الضابط قال له بالادله اللي احنا معانا انا بقترح انك فعلا تجيب محامي. رد عليه المعلم بوما وقال له ما عنديش مشكله، بس عشان اثبت لكم انكم عاملين قضيه اي كلام انا هختار اول مكتب محاماه هلاقيه في وشي. ولسوء حظه اختار مكتب نيلسون ومروك. رجع ديفل للمكتب بسرعه ولقي فوجي بيكلم معلم بوما على التليفون وكان بيرفضه. غير مات لبسه بسرعه وخطف التليفون من فوجي وقبل القضيه. غير مات هدومه واتحرك على المحكمه، وقعد يفكر ان دي فرصه ممتازه عشان يعرف فيها المعلم بوما. واول ما وصل خد تصريح بانه ياجل المحكمه لتاني يوم، وبعدها اندهش وعرف من صوت ضربات قلب وتنفس اللي قدامه ان ده وحش مش انسان. مات راح له وقال له انت لازم ترجع هنا بكره، ولكن هو كان متاكد ان هو مش هيجي. تاني يوم فعلا ما جاش للمحكمه، طلع امر بالقبض عليه. بعدها رجع مات للمكتب وفوجي قال له احنا رايحين نلعب بولينج، ما تيجي معانا؟ ولكن مات بيرفض. واول ما بيرجع للبيت بيقرر انه يعمل تعديل على البدله عشان يحط فيها هدوم، ما هو مش هيغير كل شويه. بعدها بدايه صاحبنا بيلف البلد شبر شبر عشان يلاقي المعلم بوما، بس برضه مش بيلاقي ليه اي اثر. بعدها بيقعد يقول لنفسه بص يا سيدي الناس، يا اما هو في البلد وهيظهر يعني هيظهر، يا اما هو هرب بالمركب وسهل هيتجاب. بس ده علمني اني ما اثقش في نفسي زياده عن اللزوم، وان وارد جدا حد يكون بنفس قدراتي ويتخدع برضه. في نفس ذات الوقت بقى في جرس بيضرب والمعلم بوما بيقول واضح ان الضيوف وصلت، وبنكتشف انه موجود في جزيره في بيت على شكل بوما. بيستضيف المعلم بوما جوز رجاله في الصاله عنده، وبنكتشف ان اسمهم سام سيمز الحزين وهورجون الغوريلا. الاستاذ سام بيقول للمعلم بوما الله انت طول عمرك شغال لوحدك وماشي في السليم، ايه اللي حصل؟ المعلم بوما بيرد عليه ويقول له قفشوني ولاد الهرمه والناس كلها عرفت ان انا حرام. المهم يا رجاله انا جبتكم النهارده عشان اشغلكم عندي، بس لازم اختبركم الاول. اولا يا استاذ سام انا اسمع ان انت لا مؤاخذه قناص، ما تنزل لي واللي يقدر على التاني الله يسهل له. ما تقلقش انا حاطط رصاص شمع. بعدها بثانيه سام بيضرب على المعلم بوما والتاني اصلا لسه ما نشنش. ايه ده انت بتصدق؟ يا عليك ده انا بهزر. بيتبسط المعلم بوما ويبص على هورجون ويقول له دورك يا نجم. بعدها يوديه لزنزانه محبوس جواها غوريلا ويقول له لو انت فعلا قوي وهزمت الغوريلا دي يبقى انت كده اخويا بكفاءه، لو طلعت في شنك المعلم هورجون بيخش يكتف الغوريلا ويقول له ها كويس كده. بعدها المعلم بوما بياخدهم على اوضه تاني ويقول لهم طبعا انا لازم اثبت لكم اني افضل منكم علشان ما حدش فيكم يتجرأ ويخوني. بيوقفهم في حته ويقول لهم انا مش بيسموني معلم بوما من فراغ او اني شبههم وكده لا هتعرفوا دلوقتي ليه.
معلم بوما بيقول لهم ما تقلقوش انا هنقذكم، وبعدها بيفط وبنكتشف انه بيقدر يطير. بيرجعهم للبيت تاني ويقول لهم يلا يا اخوانا جهزوا معانا طلعه. سام قال له في ايه تاني؟ معلم بوما قال له قبل ما نبدا عايز حد يكون واجهه ليا، محامي يكون ضعيف وساذج كفايه، واظن ان الشخص اللي بندور عليه هو مات مورجان. بنرجع لمكتب نيلسون وموردوك للمحاماه، وفوجي بيلاحظ حاجه غلط في مات وبيساله هو انت كويس؟ ولكن الاستاذه كانت بتفط في الموضوع وبتقول هو اكيد متضايق عشان اعمى. حضرتك بتقول ايه؟ بعدها بتروح له وتقول له ها لسه ما غيرتش رايك في موضوع العمليه؟ مات بيبص لها ويقول لها يا عم ارحمني، اسمع يا ناس، حد يرحمني من الواد ده. بعدها بيقول لها ما تشغليش بالك بيا، انا خلاص تكيفت على الموضوع. كارين بتعتذر له وتقول له اسفه، انا ماليش حق في ان اتدخل حاجه شخصيه زي كده. وبعدها بتفكر هو انا ليه مش عارفه انساه؟ ليه بعذب نفسي وانا بالنسبه له ولا حاجه؟ طبعا مات بيلاحظ ان ضربات قلبها بتتسارع كل ما بتبقى جنبه، وبعدها بيفكر عبيطه دي ولا ايه؟ وفي نص تفكيره حواسه بتلقط وجود المعلم بوما في المكتب المهجور اللي جنبه. المشكله ان فوجي كان لسه موجود في المكتب وكان لازم يزوحه، فبسرعه راح له وقال له ولا فوجي ما خدتش بالك ان البت كارين وهي ماشيه كان صوتها مكسور؟ ياض حتى انا الاعمى لاحظت ان هي متضايقه انك ما وصلتهاش للبيت، مش عيب؟ رد عليه فوجي وقال له على الطلاق اخويا اللي ما جابتهوش امي، وبسرعه بيتحرك عشان يلحقها. اول ما مات بيسمع صوت الباب بيتقفل بيغير بسرعه وبيطلع يستناهم بره الشباك، واول ما بيوصلوا بيكسر ازاز الشباك عشان يخضهم. المعلم بوما بيأمر الرجاله انهم يخلصوا على ديرديفل وانه ما حدش هيتدخل بينه وبين المحامي اللي هيعينه. الاستاذ هورجون بيحاول انه يضرب ديرديفل، ولكن ديرديفل بيتجنب الضربه وبيلففه حوالين نفسه ولا اجدعها سيرك. بعدها ديرديفل بيرمي الاستاذ هورجون على سام وبياخد الارض بالحضن. سام بيتعصب وبيطلع السلاح وبيضرب عليه نار، بس بردود فعل ديرديفل السريعه بيضرب الرصاصه ويخليها ترتد وتيجي في سلاح سام. كارين زي مغفله بتخش الاوضه تدور على شنطتها اللي نسيتها، وديرديفل بينده عليها ويقول لها بسرعه هربي يا كارين قبل ما يقبض عليكي. ولكن قبل ما الاستاذه تستوعب اللي بيحصل المعلم بوما بيقبض عليها فعلا، وبيقول لديرديفل انا ما اعرفش مين الاستاذه، بس واضح ان انت تعرفه، ها هتستسلم ولا اوريك الوش التاني؟ طبعا ديرديفل ملقيش حل غير انه يستسلم علشان يحمي كارين. بعد ما بيقبضوا عليه كارين بتقول له انت تعرف اسمي ازاي؟ ديرديفل بيرد ويقول هبقى اشرح لك في وقت تاني. وبعدها بيفكر انه كان على وشك انه يفضح نفسه بنفسه وان ديرديفل المفروض ما يعرفهاش اصلا. بعدها الاستاذ هورجون بيستخدم العصايه بتاع ديرديفل في انه يشد على ربطه الحبل اكتر. بياخد المعلم بوما رهاينه للمخبأ بتاعه وبيقول لهم اتمنى تكونوا مبسوطين. بعدها بيطلع يشم هوا بره وبيقول اول ما باقي المجرمين يعرفوا ان قبضت على ديرديفل مفيش حد هيستجرأ انه ينكر ان سيد الجريمه. بعدها بيرجع للاوضه ويقول للاستاذ هورجون بص يا سيد الناس، انا عايزك تتصل بكل مجرم فيك يا بلد وتقول لهم ان المعلم بوما سيد الجريمه الجديد هيجيب لكم ديرديفل تحت رجليكم. والواد هورجون بيقول له طب لو ما جوش؟ هات الحبايه من على الجمل بسرعه. معلم بوما بيقول له يا وش البورس انت، هم اول ما هيسمعوا كده هيجوا جري على هنا. بيسمع ديرديفل اللي اتقال وبعدها بيفكر هو ناوي يسلمني ليهم، بس الخوف مش عليا، الخوف على كارين اللي محبوسه معاه، انا لازم انقذه. العصايه بتاعته كان ليها مفصل في النص استغلها عشان يهرب من الحبل، وبيقول كويس ان المغفل ده ما خدش البال. بعدها طلع عصايه صغيره كان داسسها جوه الكبيره لزوم المواقف اللي احنا فيها دلوقتي، استخدمها عشان يطفش القفل وبيهرب فعلا. اول ما بيطلع بينده على كارين وبيقول لها ما تخافيش انا هنقذك، ولكن كارين بتقول له خلي بالك الارض فيها حاجه غلط، ممكن يكونوا حاطين اجهزه انذار. بيشكر ديرديفل كارين وبيقول لها مفيش حل غير اني اوصل لك عن طريق اني اتارجح من القفص بتاعي للقفص بتاعك. وبيوصل للقفص فعلا، بس ما كانش ينفع انه يوريها العصايه بتاعته عشان هي عارفه عصايه مات وبكده هيتفضح، فاضطر انه يستخدم الغشوميه. بيهربوا الاتنين مع بعض وديرديفل بيقول لها بصي يا استاذه اول ما هنوصل للجراج عايزك تاخدي اي عربيه وتطلعي على المركز. عارف اول ما بتركب العربيه بتقول له طب لما المعلم بوما يجي هتعمل ايه؟ مالكش دعوه مالكش دعوه. بعدها بتساله هو المعلم بوما كان عايز ايه من مات، وانت ازاي اتورطت في الموضوع ده، وانت تعرفني من فين اصلا؟ ديرديفل بيقول لها اعرفك منين؟ ده انت كنت بتظهري لي في المنام يا استاذه. بعدها ديرديفل بيسمع صوت وفجاه بيظهر المعلم بوما ويقول له مش هتهربوا مني، وبيحاول يقفل الجراج ولكن ديرديفل بيوقفه ويقول له مش انت كنت عايز توريني الوش التاني؟ حضرتك ده كلام انفعالي. بيفض المعلم بوما على ديرديفل ويقول له انت اخطر مما كنت اتوقع، بس انا اقوى منك، ده غير اني عامل خطه ما تخرش الميه ومش هسمح لك انك تبوظها. طبعا ديرديفل ما احترمش سن الراجل واداه لواحده من بتوع جاكي شان جابوا الارض. المعلم بوما بيحاول يهرب واول ما بيوصل لاخر السلم بيشغل فخ بيخلي ديرديفل يتزحلق من على السلم ويقع في الميه. بعدها بيطير المعلم بوما للمركب عشان يهرب، ولكن ديرديفل بيروح له بسرعه وبيقلب المركب باللي فيه، والمعلم بوما بيستغل ده وبيختفي تحت الميه. بيرجع ديرديفل للمينا ويغير بسرعه، بيلاقي كارين
داخله عليه بالبوليس، وبيعملوا كمين وبيقبضوا فيه على كل المجرمين اللي كانوا جايين علشان يشوفوا ديرديفل. بعد ما بيتقبض عليهم كارين بتقول لمات واضح ان انت خسرت زبونك. مات بيرد عليها ويقول لها من اللي سمعت عنه انا مش متضايق. كارين بتبص له وتقول له غريبه صوتك ده بيفكرني بحد معين. مات بيحاول يتهرب ويقول لها واضح ان انت تعبانه، يلا بينا نروح، وياخد ديله في اسنانه ويخلع. وبكده نكون وصلنا لنهايه العدد الثالث. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ولو حد عنده تعليق او تعديل على اللي انا قلته هسيب لكم الكومنتات مفتوحه.